الو. رنا مزة الدفعة معايا. ايوه. أنا أدهم اللي كنت معاكي في الدفعة، فاكراني؟ أدهم معروف الولا الغيط ده اللي كان دمه تقيل، بس بقى دمي خفيف دلوقتي. لا معلش، فكرني بيك بموقف ولا حاجة كده. مرة كنت وانتي ماشية قعدت عكسك، ما رضيتش تردي عليا، رحت جيت كبيت عليكي مية، افتكرتيني؟ ايوه. بس كنت صغير بقى، كنت رخم، دلوقتي بقيت عسل خلاص. بقيت عسل. شفت صورتك مع بنوتة كده متجوزة صاحبي، فقلت له يعني انا داخل الباب من بيته وكده، فانا قلت يعني عايز رقمك اتعرف، انتي مرتبطة مخطوبة في حد في حياتك اي حاجة؟ لا مش مرتبطة انا. ولا مخطوبة ولا مخطوبة ولا متجوزة ولا متجوزة. اكيد 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 الرجالة اتعمت، اكيد الرجالة اتعمت، والله احنا اتعمينا. لا انا بس مش بفكر في الموضوع ده، بحاول اركز على مستقبلي اكتر. تركزي على مستقبلك؟ طب ما تيجي نحط مستقبلك على مستقبلي، يبقى مستقبله واحد ونعمل مستقبل كبير قوي قوي قوي. ايه رأيك؟ هو انت متأكد انك بقيت عسل فعلا؟ ده انا واخد اخف دم في 92 و93 على التوالي، هتجيب عليك في السن ده. اهو ضحكت. طب انت عايز ايه بقى يا ده؟ والله انا قلت يعني بدل ما انا عمال اتصرمح ومش لاقي كده كلبة بصراحة، عشان برضه ما عشتكيش في الدور، ما تيجي نحط مستقبلي على مستقبلي وحاله على حاله، يبقى حاله واحد، ونعمل مستقبل كبير، ونجيب زعتر صغنطط. مش نفسك تجيبي زعتر؟ نخلف عيل نسميه زعتر. لا والله ما بفكرش في الموضوع ده ومش عايزة اجيب زعتر. ليه؟ انا نفسي اخلف عيل اسميه زعتر واطلعه كده، يعني يطلع حاجة كده تشرف كده، يطلع يعني حاجة كبيرة كده، يطلع مثلا سواق توك توك بتاع. انت يا دوبك تجيبها الجيم. اي مثلا اي حاجة بتجيب فلوس وخلاص. قلت ايه حضرتك؟ وهخش بقى. والله لا ده طموحي ولا ده مستقبلي، معلش انا اسف. طب انت ايه مستقبل؟ ايه مستقبل الشخص اللي انت نفسك ترتبطي بيه؟ ليه؟ يعني بني ادم كده يكون طموح. امال ايه وانا كلب؟ ايه اللي بني ادم؟ مش فاهمك حضرتك. يا حضرتك الكلام الجارح ده حضرتك، مش فاهمك. طموح يكون عنده طموح. ما انا طموح. لا انا عارفه. كلمني عن طموحك. طيب نفسي يعني حلم حياتي يبقى مثلا اصرف في اليوم 35-40 جنيه في اليوم، ما يهمنيش. ما هتشتغل ايه وطموحك ايه اللي يخليك تصرف مبلغ زي ده كل يوم بقى؟ اي حاجة بقى. الطموح انا عندي طموح لا ينتهي. اشتغل طيار. ايوه اللي هو ايه؟ طيار مثلا. وانت خريج ايه عشان تشتغل؟ انت مش كنت معايا في نفس الكلية؟ هتشتغل طيار منين؟ المحلات كلها فيها طيارين دليفري زي الفل، كلها طيارين. اوكي دليفري. لا تمام، ما انت يا دوبك كده تجيب هجان. اوكي لا انا عندي طموح لا ينتهي اقسم بالله، وابقى راجل مش بناكلها بالحلال، مش اهم حاجه بالحلال. عايز تجيب هجان وهتاكلها بالحلال؟ لا طب انا مثلا اشتغلت دليفري، مش انا كده هبقى شغال بالحلال؟ انا راجل على حسب نيتك. وانا هشتغل ايه في الدليفري؟ هوزع ايه؟ ما هوزع اكل مثلا، هوزع ايه حضرتك في الدليفري؟ على فكره الدليفري بيشتغل حاجات كتير جدا. هو مفهومك عن الدليفري اكل بس؟ حضرتك هنتجوز ولا ايه؟ لا. ليه؟ مش عايزه. مش عايزه ليه؟ ايه؟ ليه؟ انا فيها ايه؟ ناقصني؟ ناقصك حاجه؟ ما انت بتضحكي اهو، يعني ضحكك يعني قلبها مال وخلاص. الفرق ده خلي بالك، انا من انا بسببك دلوقتي عارفه هتخليني اقعد اشرب اهو. تشرب ايه؟ هشرب بقى خلاص عشان انسى اللي انت بتعمليه فيا، هقعد اشرب لحد ما ابقى مش شايف الدنيا اهو. اللي انت بتعمليه فيا ده غلط، انت بتدمري مستقبل شاب في ريعان شبابه. هو متدمر خلقه. خلي بالك انت بتدمري الشاب اللي قدامك ده، والشاب اللي قدامك ده فكرة لا تنتهي. انا بقول لك انا واحده مفتريه مش وقادره وبحب اضيع الفكره من ايدي. حلو كده. ايوه.